السلام. كيبدا فيلمنا في 1985 مع توم اللي كيشوف واحد البنت زوينه رماها البحر ومشى وهزها ودخلها لدارو. ملي كتفيق كيعرفها باللي هي ملكة مدينة أطلانتس الأسطورية وسميتها أتلانتا. وأتلانتا هربت من أطلانتس حيت كانوا باغيين يزوجوها بالملك أورفيه بالسيف عليها، ولكن هي ما كانتش باغاه، وتوم خلاها تعيش معاه. ومع الوقت ولاو كيبغيو بعضياتهم وولدوا واحد الولد اللي سماوه أرتور. وكان عندها أمل كبير أن هذا الولد هو اللي صالح الناس ديال أطلانتس والناس اللي عايشين في الأرض. كانوا عايشين بخير، ومن بعد سنين واحد النهار وهما يتهجموا عليهم الجنود ديال أطلانتس، ودخلت في معركة معاهم وقتلتهم كاملين. وهنايا غادي تقرر باش ترجع لأطلانتس وتحل المشكل اللي بيناتهم، حيث إلا ما مشاتش غيبقاو يقلبوا عليها حياتها كاملة، وفي نفس الوقت تحمي ولدها وراجلها. كدوز سنين وأرتور كيكبر وكيكون في المدرسة في واحد الرحلة باش يمشيو يشوفوا الأسماك. وهنايا واحد الدري هجم عليه، وكتجي واحد سمكة القرش بحال اللي باغا تدافع عليه، لدرجة أنها هرسات هذاك الزاج اللي تما. وهنايا كنعرفوا باللي أرتور عنده واحد القوة خارقة وكيقدر يتحكم في الأسماك. والدراري صحابو كاملين بقاو غير حالين فمهم، ومن هاد النهار سماوه أكوامان. مع الوقت أكوامان كيكبر وكيولي كبير، وكيجي عنده المستشار ديال الأم ديالو وكيعلمو كيفاش يتحكم في القوة الخارقة اللي عنده، وكيعلمو بزاف ديال الحوايج، ومنهم أنه يعوم بواحد السرعة خيالية. ولكن أرتور أولا أكوامان ما كانش كيحمل الناس ديال أطلانتس، حيت هما قتلوا ليه ماماه غير حيت كانت عندها علاقة مع الناس ديال الأرض اللي هما احنا. ومن بعد سنين كنعرفوا باللي أرتور ولا راجل قوي بزاف، وانقذ السفينة من القراصنة اللي كانوا باغيين يسرقوها، وبدا كيتضارب مع ديفيد وولده، وكنكتشفوا باللي عنده قوة خارقة وحتى شي حاجة ما كتأذيه. في نفس الوقت في المحيط الأطلسي كانوا جوج ملوك، واحد سميتو أورمور والاخر سميتو نيريوس، كل واحد كيحكم مملكة ديالو. كانوا دايرين اجتماع في واحد البلاصة سميتها تجمع الملوك السبعة، وكنعرفوا بلي شحال هذه الممالك السبعة كانوا متوحدين وكان كيحكمهم ملك واحد. ومن بعد كنعرفوا باللي هذا الملك أورب هو أرتور شقيقو، مو هي أتلانتا، والأب ديالو هو الملك أورفي. هذا الملك كان كيضغط على نيريوس باش يوحد الممالك مرة أخرى باش يقضيو على السكان ديال الأرض، ولكن الملك نيريوس ما كيبغيش. وهما كيهضروا كيجيهم صاروخ من الفوق، والملك أورم قضى على هذيك الغواصة، وهنا قدر يقنع نيريوس باش يقضيو على السكان ديال الأرض حيت كيجي منهم غير المشاكل. من بعدها كنعرفوا بلي ديفيد هو اللي هجم عليهم باش ينتقم لباه. شويه تيجيو عنده الجنود ديال أطلانتس وكيعطيوه الذهب كعربون صداقة. اما أرتور كتجي عنده واحد البنت سميتها ميرا من أطلانتس، وكتكون الخطيبة ديال هذاك الملك أورم، وكتقول له باللي خاصك ضروري ترجع معايا لأطلانتس باش توقف خوك على داكشي اللي باغي يدير. وقالت ليه باللي نورمالمون انت هو الوريث الشرعي للحكم، ولكن هو ما بغاش، وقال لها باللي غادي ينتقم من الموت ديال الام ديالي. وهو غادي في طريق مع باه كتجي واحد الموجه كبيره ديال التسونامي وكتهزو واخا كيبغي يهرب منها، ولكن ميرا هي اللي كتعتقهم وكتخرج الماء من الصدر ديال باه، وكتقول ليه باللي هذه غير البدايه. وفعلا الغد ليه كنعرفوا من الاخبار باللي هذيك الموجه قتلات بزاف ديال الناس، وكاع داك الزبل اللي كان في المحيط خرج عند الناس. أرتور ملي شاف داك الشيء قدر يقتنع بالكلام ديال ميرا، وهنا غادي يمشي معاها لأطلانتس. وكنعرفوا باللي ميرا بنت الملك نيروس، وأرتور كان عاجبو الحال حيت كان اول مره غادي يشوف أطلانتس، وكيتلاقى مع فولكو وكيقولوا باللي خاصك ضروري ترجع الحكم ديالك من خوك حيت باغي يدمر الكره الارضيه، ووراه الطريقه الوحيده اللي يقدر يرجع بها العرش ديالو، واللي هو يلقى هاد الترايدن، سلاح خطير واللي كيكون عنده هو اللي كيحكم المحيط كامل. وبدا كيعاودلو على شحال هادي على الممالك ملي كانوا مجموعين، كانوا متقدمين بزاف التكنولوجيا والعلم، وهادشي خرج عليهم التكنولوجيا خرجت على السيطره وغرقتهم كاملين. والملك إدلين ما بقاش بان من داك النهار، وهو كيشرح له كيفاش غيلقى هذاك السلاح. هنا كيدخلوا الجنود وكيشدوا أرتور وكيديوه عند خوه، وكيقول ليه باللي السكان ديال الارض بغاو يدمرونا وديما كيلوتوا لينا المحيط ديالنا، وعليها خاصنا نتهناو منهم. ولكن أرتور كيقول له باللي هاد الحرب ما كتهمنيش،
وكيستفزو ارثر وكيقول له باللي الواعر فينا هو اللي غادي يشد الحكم وغادي يقرر في مسألة الحرب. وفعلا غتبدا الكومبا بيناتهم في حلبة النار. هنايا كنشوفوهم بداو كيتقاتلوا والجماهير كلهم ضد ارثر حيت ما كيعرفوش وكيعتبروه خاين. ارثر كان غادي يموت، جاب الله دخلات ميرا وكيهربوا بجوج. اورم كيصيفط الجنود ديالو باش يشدوهم ولكن كيقدروا يهربوا. وهنايا كيبانوا لينا تخباو في واحد الحوته حيت ارثر كيقدر يهضر مع الحيتان وكيقدر يتحكم فيهم. اورم كيسحب له بلي ماتوا حيت شاف المركبه ديالهم طاحت في البركان. اما شويه كيبانوا لينا بلي ميرا وارثر مشاو كيقلبوا على ديك المملكه الصحراويه باش يقلبوا على سلاح. اما اورم كيعرف المكان ديالهم حيت كيكون متبع ميرا. الملك نيريوس كيهدد اورم الى ادى ليه بنته غادي يفك هذا التحالف اللي بيناتهم. اما المشهد الاخر كيبان لينا ديفيد جاو عنده جنود ديال اتلانتيس وعطاوه واحد السلاح فتاك وهنا غادي يقدر ينتقم من ارثر. اما ميرا لقات المملكه الصحراء وهبطوا هي وارثر من الطياره شويه وهو يختفي تحت الارض. وهنايا كنعرفوا بلي ديك المدينه جات تحت الصحراء. لقاو واحد البلاصه واستعملوا واحد اللعيبه عطاها ليهم فولكو ولكن ما عاونتهم في حتى شي حاجه. وهي تخمم في واحد اللعيبه وجبدات العرق ديالو وحطات شويه ديال الماء على ديك اللعيبه. وهنا كيبان لهم الملك إيدلين هاز داك السلاح اللي بغاو وكيعطيهم شويه ديال الادله باش يلقاو السلاح. وهنا كيلقاو واحد القرعه كيفتحوها كيلقاو واحد الخريطه والخريطه قالت لهم على واحد البلاصه جات في ايطاليا. ملي كيمشيو كيتفكر باللي الملك قال ليه غير الملك الحقيقي هو اللي غيعرف البلاصه. وبدا كيقلب في دوك التماثيل ديال الابطال اليونانيين اللي حداه وعرف باللي هاد التمثال هو اللي كان ملك فيهم شحال هادي. وملي دار ديك القرعه عرف الوجهه اللي غيمشيو ليها. شويه وهو يوقع واحد الانفجار كبير وديفيد هو اللي دار هادشي كامل. كان موجد راسو مزيان بسبب دوك الاسلحه اللي عطاوه دوك الجنود وقدر يادي ارثر. جاب الله كانت ميرا وعاوناتو والاسلحه ديال ديفيد خسرات. وهنايا ميرا وارثر كيمشيو باش يقلبوا على السلاح وهما غاديين عاصفه كبيره كتوقع وكيهجموا عليهم مخلوقات غريبه. ارثر شعل الضوء وكيكتشف بلي المخلوقات كيخافوا من الضوء وقدروا يهربوا منهم وهبطوا في وسط البحر باش يقلبوا على السلاح ديال ترايدن. وهنا كنعرفوا بلي هاد المملكه سميتها ترانش كانوا مخلوقات فيها بدائيه ومتوحشه. وهاد البلاصه مو تعدمات فيها كانوا غيهجموا عليهم هاد المخلوقات ديال ترانش ولكن عندهم الزهر بان واحد الضوء وما بقاوش تابعينهم. وشويه كتبان لهم هذيك العاصفه اللي طالقه الضوء وكيقرروا باش يدخلوا يواجهوها. ميرا كنشوفوها بلي ما قدرتش على ديك العاصفه ومشات نقدها شي واحد. اما ارثر طلع بوحده وقدر يوصل لهداك البحر المخفي اللي قال لي عليه فولكون. اما هذاك اللي نقد ميرا كنعرفوه بلي هو اتلانتا الام ديال ارثر. وهو كيتفاجئ وكيفرح ملي كيشوف الام ديالو من بعد سنين وكتعاود له باللي ملي كانوا باغيين يعدموها هما اللي لاحوها في ديك المدينه ديال ترانش ولكن قدرت تسلك منهم وعاشت معاهم 20 عام. وكتوريه فين كاين سلاح حطوا إيدلين في واحد البلاصه مور الشلال وخلى واحد الكائن اسطوري باش يحرسه. وكان هذاك الكائن حتى واحد ما قادر يغلبه. ارثر كان بغى يمشي يجيب سلاح ولكن ما قدرش عليه وقدر يستخدم ديك القوه ديالو باش يتواصل مع هذا المخلوق اللي سميتو الكراكن كان مندهش حيت لقى شي واحد يفهم اللغه ديالو حيت حتى شي واحد ما تواصل معاه من غير الملك إيدلين. وهنا غيخلي ارثر يدي داك السلاح. ودابا ارثر هو اللي سيطر على المحيط كامل. ارثر جاب السلاح ديالو وبدا كيتقاتل مع الجيش ديال خوه وعاونوا حتى الكراكن وقدر يغلبوا. اورم كان طلب من خوه باش يقتلو ولكن ارثر ما بغاش يقتل خوه. هنايا كنشوفوا اتلانتا رجعات واورم كيتاثر ملي كيشوف الام ديالو. فولكو كيخرج وكيطلب منهم باش يشدوا اورم حيت كان ديكتاتوري ودار جرائم بزاف. ومن بعدها كنشوفوا بلي ارثر ولا هو ملك اتلانتيس وملك الممالك السبعه والشعب اعترف به بلي هو الملك الشجاع. وقدرات اتلانتا ترجع لراجلها بات ارثر اللي ما شفتوش من هذه سنين. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا واللي عجبو الفيلم يلايكي ويبارطاجي.